طبعا ممكن تلاقي الشرطه فجاه بتخبط على بيتك وبتقول لك ان بيتك متسجل كمصدر هجمه الكترونيه خطيره وانت مش عارف حاجه. وبعض الدول جنبينا هنا، المانيا، فرنسا، بلجيكا، لو حصلت جريمه الكترونيه من بيتك ممكن تتحمل مسؤوليه قانونيه حتى لو انت مش اللي عملتها، خاصه لو ما كنتش مامن الشبكه كويس، لان الاهمال في تامين الشبكه يعتبر مشاركه غير مباشره. وبيحصل وفي حالات كتير حوالينا هنا اتعرضوا لتحقيقات وتفتيشات في بيوتهم واتهموا بقضايا الكترونيه، لان استخدام الانترنت بتاعهم في هجمات الكترونيه غير قانونيه، زي مثلا في هجمات اسمها DDoS حصلت قريب على مواقع حكوميه وبنكيه. ممكن حد يخترق الانترنت بتاعك او الراوتر عندك في البيت ويعمل ويرفع او يعمل تحميل او رفع محتوى غير قانوني، يبدا يرسل او بعد ما يحتل الشبكه بتاعتك يعمل ارسال تهديدات الكترونيه من الاي بي بتاع بيتك، او بيخترق اجهزه تانية واستخدامها في شبكات تانية زي البوت نت. برضو ان المشكله الاساسيه ان عنوان الاي بي ده عامل زي عنوان بيتك، يعني اكنك بتدي عنوان بيتك. فهو لما بتيجي تطلع على الانترنت وفي عنوان اسمه اي بي، ده بيكون عنوان بيتك وبيكون معلوم للجهات الرسميه، فانت اول مشتبه فيه حتى لو حد عملها تاني. وازاي ممكن يحصل ده شبكه الواي فاي بتاعتك ممكن تكون مفتوحه مثلا او ضعيفه التشفير في اللي انا قلت عليه قبل كده. حد كان ضيف عندك وشبك على الواي فاي او مارس انشطه غير قانونيه، حد اخترق الراوتر او جهاز في بيتك وحوله لاداه لتنفيذ هجمات الكترونيه، جهازك متصاب بفيروس او في برمجه خبيثه وبيتم التحكم فيه عن بعد وبيشتغل في الخلفيه كجزء من شبكه اختراق. كل ده وارد، كل دي طرق ممكن تحصل. طب ايه اللي ممكن يحصل في القصه دي؟ الشرطه او الجهاز المختص بتتبع الاي بي اللي جت منه الهجمه بيتصل بشركه الانترنت اللي اسمها الاي اس بي اللي انت واخد منهم الانترنت، وبياخدوا عنوانك منهم، وفجاه هتلاقيهم بيخبطوا عليك، ده لو ما جالكش البيت يعني. وحتى لو انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع، طبعا ما كنتش هتعرف حاجه عن الموضوع، لازم تثبت بقى مين اللي في التوقيت ده جالك البيت او مين اللي خد الانترنت، او لو حد اخترق الشبكه بتاعتك فانت مش عارف حاجه عن الموضوع، فاثبت بقى ان انت ما اخترقتش الشبكه. هو ده الموضوع دلوقتي. ازاي تحمي نفسك؟ انا قلت قبل كده امن شبكتك الواي فاي بتاعتك صح، استخدم تشفير اسمه WPA3، استخدم او تشفير اسمه WPA2. ابعد تماما عن الويب او الشبكات المفتوحه. لو رحت مستشفى، رحت مكان ما تشبكش، ما تلاقيش انترنت فري هوب تعال ندخل عليه، كل ده لازم تغيره. غير اسم الشبكه وكلمه السر الافتراضيه للراوتر نفسه. هتلقى مثلا في اي راوتر مكتوب العنوان اللي هو 192.168.1.1، لازم تغير اليوزر نيم باسوردك، ما تخليهمش الديفولت بتاعهم او ما تخليهمش الحاجه الرئيسيه بتاعتهم. غير كمان الباسورد، خليه بتاع الانترنت يخليه صعب. الاسم بتاع الشبكه نفسه زي ما انا قلت قبل كده خليه مخفي او حط اسم معقد. في خاصيه اسمها WPS، دي طريقه اختراق سهله جدا لاي راوتر، لازم تقفلها من الاعدادات. كل راوتر بيبقى ليه حاجه اسمها فريم وير او تحديث، يا تعمل له انت التحديث، لو ما تعرفش روح للشركه تعمل له تحديث. لازم من كل فتره اسبوعيا تدخل على الراوتر وتشوف مين اللي متصل عندك. لو انتوا 5 اجهزه تاكد ان هم ما يبقاش 6. اعمل شبكه بقى، اعمل شبكه اسمها جيست نتورك، اللي هي شبكه الضيوف. يعني انت بقى عندك شبكه انت وعيلتك، ولما يجي لك ضيف قول له خش على الشبكه دي، لان ده بيدي دليل ان انت اللي كان جالك ضيف في الوقت ده ودخل بالانترنت على الجيست نتورك ما دخلش من الانترنت بتاعي. حاجه تانية، الحاجات دي كلها بتحصل اللي انا بقول عليها دي، ده مش فيلم رعب، ده حقيقي وبتحصل، وواقع بتحصل حقيقي وحصلت لناس كتير، وفي ناس اتبهدلت سمعتها واحرجوا جدا قدام اهلهم وفي شغلهم. فكون حريص احسن من ان انت تسيب الدنيا مفتوحه عندك في البيت.